كنشوف هذا الخبر ديال التحوال من عند السلطات. جاو عندنا قال لك غادي يتم الافراغ ديال هذه الارض لانها غتولي لوجيستيك. وحنا ما كذبش عليك، هاد الناس مولفنا هنا، زدنا هنا، جدودنا كبروا هنا، عندنا تقريبا هنايا فوق 160 عام ولا اكثر. عاشوا الناس تقاتلوا على هذه البلاد وجاهدوا على هذه البلاد من منيت الوالد عندي المرحوم مات دابا في شهر 9. تصور اخويا هاد الدار كي خلاها، شوف الدار هاد اخويا راه جاع فيها ومرض فيها باش بناها وكل شيء، ودابا كيجي يقولك تحول. وحنا اخويا مولفين الاتساع. واش هاد الناس دابا حنا غيديونا 50 متر؟ هاد الناس راه ما يقدروش يعيشوا في 50 متر، دابا انا عايش 300 متر وزياده وفلاح، عندنا الكسيبه، عندنا كل شيء. ما يمكنش هاد الساكنه هاد الناس ولفوا الاتساع، ما يمكنش يعيشوا يعني بلا اتساع. ما يقدرش دير بارتمان، يعني امبوسيبل. بنادم يقدر يعيش بلا اتساع، ما يعني ما يتقبلوش العقل. واش فهمتي؟ وما كذبش كنعيشوا واحد الفتره اش غنقول لك صعيبه بزاف. يعني كنتلقاو تهديدات، كنتلقاو بزاف ديال الحوايج. كيقول لك اخويا خصك تخوي، خاصك هادي الشيك ديالك خارج، عندك قد وقد، يعني حتى حاجه ما كاينه مضبوطه. يعني داك الشيء غامض بزاف، ما فهمناش. يعني ما جاوبش ديريك باش تعرف اش كاين. يعني الناس هنا دابا دايخه، كل مره واحد كيقول لك هضره، كل نهار يجيب لك هضره. ما نكذبش، كترتاح باللي ما كتنعس، عاد كتنسى داك الشيء. تفيق الصباح ثاني كتبدا الروتين ديال التحوال كذا، ريبو هذا جاي هذا بزاف. هذا الشيء ما نكذبش عليك، هذا الشيء كيدوخ. انت اخويا تدخل تشوف، حنا كذابه هاد البقرات كنعيشوا منهم، هي غير فلاحه وكنعيشوا منهم. انت اخويا كنشوف صوا هكا، يعني في غد ديال البهيم، في غد ديال الباقي. شوف هكا عاد بار الله ثاني باقي النوادر ديال التبن، باقي كل شيء. يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. وخويا كنتمناو هاد الناس يشوفوا من حالنا، ويشوفوا هاد السلطات تشوف من حالنا، وتشوف يحاولوا يلقاو لنا شي حل. هادشي راه بزاف صراحه، والله حتى بزاف. وشكرا اخويا، وكنشكروك على هاد